عمرك فكرت ايه اللي بيحصل في دماغك لما تبدأ تتعلم لغة جديدة؟ يعني لما تقول هولو بدل هلو او مرحبا بدل هاي، هل ده بس كلام جديد ولا في حاجات اعمق بتحصل جوه دماغك؟ تابع الفيديو ده لان في مفاجآت هتخليك تبص للغات من منظور جديد كليا. السؤال الاول دلوقتي، هل الدماغ بيتغير بجد؟ ايوه يا صاحبي، تعلم لغة جديدة مش بس مجرد حفظ كلمات، ده زي ما تكون بتعمل جيم للدماغ. يعني زي ما عضلاتك بتكبر من التمرين، دماغك كمان بيقوى وبيتغير لما تتعلم لغة جديدة. علماء الأعصاب بيقولوا إن اللي بيتكلموا أكتر من لغة دماغهم بيعالج المعلومات بشكل مختلف تماما، وده بيخليهم مرنين أكتر في التفكير وبيفكروا بطريقة منظمة ومركزة. طب السؤال التاني، طب هو الدماغ بيشتغل إزاي؟ في منطقتين مهمين في دماغك لما تتعلم لغة، الأولى بتسمع وبتركب الأصوات، والتانية بتختار الصوت المناسب للغة اللي بتتكلم بيها. يعني دماغك بيشتغل كأنه دي جي، بيخلط الأصوات ويظبطها على حسب اللغة اللي نازل بيها في الحفلة. وفي منطقة اسمها بروكا في دماغك، دي اللي بتركب الجمل وبتساعدك تتكلم صح. أما في منطقة تانية اسمها فرنيكا، فدي المسؤولة على إنك تفهم الكلمات وتخزنها في دماغك، وديت زي الكنز يا صديقي. والسؤال الثالث معنا النهاردة، وهل فعلا الدماغ بيتشكل من جديد؟ بص يا سيدي، في دراسة اتعملت في ألمانيا سنة 2024 على لاجئين سوريين بيتعلموا ألماني. تخيل إن أدمغتهم فعلا اتغيرت من كتر ما اتعلموا اللغة. اللي بيحصل اسمه لدونة عصبية، يعني دماغك بيكون مسارات جديدة علشان يقدر يخزن ويسترجع المعلومات. يعني كل مرة تتعلم كلمة جديدة دماغك بيبني طريق جديد جواه. والسؤال الرابع معانا النهاردة هو، هل فعلا في فرق ما بين الأطفال والكبار لما يتعلموا اللغات؟ هل تعرف أصلا يا صديقي إن الأطفال عندهم ميزة ضخمة في تعلم اللغات علشان دماغهم لسه طري، بيقدر يتشكل أسرع ويتعلم أكتر. أما الكبار فدماغهم خلاص اتعود على لغة معينة، فتعلم لغة جديدة بيكون أصعب شوية بس مش مستحيل. السؤال الخامس والأخير معانا النهاردة، واللي بالمناسبة معمولة علشانه حلقة النهاردة، هل اللي بيتكلم لغات كتير أذكى؟ هنا بقى السؤال اللي كل الناس بتسأله، لو اتعلمت لغات كتير هبقى أذكى؟ الإجابة، الموضوع مش بالبساطة دي. أيوة، المهارات العقلية بتتحسن، الذاكرة بتقوى، والتركيز بيزيد، بس هل ده يخليك أذكى بشكل عام؟ العلماء بيقولوا مش دايما، لأن في عوامل كتير بتأثر زي التعليم والبيئة اللي تربيت فيها.